سلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. خلينا نتكلم اليوم عن الحسين والإلحاد. هاي شنو؟ تناقض؟ هو تناقض. هاي أكو ولد صديقي طبيب وياه من الإعدادية، هو موجود في هولندا. هذا ملحد مزعج جدا. يعني ليش ملحد مزعج؟ يعني مزعج لأنه يسب ويشتم ويتجاوز حتى على الذات الإلهية وما يحترم. أقول له أنت من تنحصر بزاوية ميتة حتى تخليني أوخر عنك وانهزم، أنا انهزم منك، أظل يسب وتشتم، ما أقدر أسمع السب والشتم مالتك فأروح. اتصل بي من صارت أزمة كورونا، قال لي حجي الله يخليك ادعي لي. قلت له ايش ادعي لك؟ وين ادعي لك؟ قال لي ادعي لي بصلاتك من تروح للزيارات. قلت له زيارات يا صاحبي وين اكو رب حتى اروح ادعي؟ قلت له انت مو تقول ماكو اله؟ قال لا لتشاقه. قلت له انا ما علي شاقه شنو؟ انت مو تقول ماكو اله؟ قال لا انا بي كورونا واحتمال اموت. قلت له تروح تصير مزبله، شو تصير يعني؟ فضلات كيميائيه، انتم مو تقول فضلات كيميائيه؟ قلت له همين تطمئن، ما حد راح يحاسبك، تصير فضلات كيميائيه وتنذب يعني قبر تعبان، حتى لا مثلنا نسوي اجراءات قبر ولا ليله وحش، وش ما عليه. بس ايش راح يصير بيك بمنكر ونكير مالتنا؟ او في الشقه حجي؟ قلت له والله مو شقه، غير هيك تقول. المهم مضت هاي السالفه والله لا تجعل على خير. بالعام الماضي قال لي انا جاي العراق، اريدك تاخذني الكربلاء. تحكي صدق؟ قال لي والله بدي اروح الكربلاء. فعلا رحت الكربلاء، اخذته ورحت هناك الكربلاء. بصحني الامام سلام الله عليه، هو رجل مثقف يعني. قال لي حازم اريد تحكي لي قصه الامام الحسين. تعرف؟ قال انا قارئ بس اريد اسمعها منك ما دام انا بهاي الاجواء. والله حكيت له قصه الامام الحسين كما افهمها يعني. بكى فلان بكاء كل شديد خطير، يعني طلع الضيم اللي عنده. قلت له انت تذكرني بهاي النكته، انا حبيت لا فعلا شفتها كلش تاثر. قلت تذكرني بهاي النكته اللي الملحدين سووا لهم موكب مع العزاء. قال لهم مو ملحدين شلون يسوون موكب عزاء الحسين؟ قالوا له احنا مشكلتنا ويا الله مو ويا الحسين. فانت هسه مشكلتك ويا الله مو ويا الحسين. شنو الحسين؟ هو الحسين هذا العبد الذليل لله سبحانه وتعالى. كل هالتضحيه اللي سواها هو لانه عبد ذليل. اي عبد ذليل لله، كنا عباد اذلاء لله سبحانه وتعالى ونفتخر بهذا الموضوع، فخر انه يعني. قال ايه اني كنت مقصر وحقيقه شلون فايدتني هذا الرجل العظيم، هذا اللي هو الخلاف اللي عنده كان هاي النبره الاخلاقيه، ليش ما صار عند المسلمين؟ قال من اجيت قريت الحسين سلام الله، ليش بدك تعيد لي الموضوع؟ هذا الرجل كان ضابط ايقاعه مع الرب مالته، ايش نص العباره مالته، بحيث انه ما سوى فد شيء غير اخلاقي. يقول انا قاري تاريخ كل الحضارات، هو فعلا مثقف جدا. حتى الناس نفتخر بهم اليساريين وغيرهم كلهم كانوا براغماتيه، كلهم كانوا يمشون على مثل ما يقول 48 قانون للسطوه. روبرت جرين الكاتب الامريكي اللي حاكين بالكتاب 1998، او الامير ميكافيلي. انت المهم مصلحتك وين تكون، تريد توصل لهدفك، دوس على الناس، اذيهم، اقتل، كذب، المهم توصل للهدف. يقول هذا الحسين لا، عكس الشيء بالضبط، عنده اخلاق ساميه وظل حتى يوصل هدفه انه هو يستشهد، يقطع راسه الشريف، يقتل اولاده واصحابه واهل بيته يسبون كلهم. ما انحاد عن الحقيقه، كان ممكن يكذب، حاشا، كان ممكن يكذب، ممكن ياخذ فلوس ويسكت، ما سوى لان عنده هيهات من الذله، هيهات من الذله فعلا. الحسين صاحب النداء الاسطوري العظيم الكبير اللي ما يتخيله انسان، انه هو ما راد ينحرف عن الطريق الصحيح، راد الإصلاح. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولكن طلب الإصلاح في أمتي جدي. قلت زين أنت عرفت هذا الموضوع؟ قال إيه أنا صدق عرفته متأخر، لكن اللي فادني بهذا الموضوع إنه أنا يعني هناك أفتخر إنه أنا أتبع الحسين، لكن الخلل بيكم أنتم اللي ما عرفتوا تسوقون هذا الموضوع للشباب. لا زالت أفكاركم تطرح برؤى عذرا حاج، الكلام إله وناقل الكفر ليس بكافر، مال اجدادنا. ما تطور المنبر الحسيني. قلت لي انا هسه اقول لك اهل المنبر شلون احنا حتى نطوره، نحكي الحسين شو اسمه انضرب برصاص وانقتل؟ قال لا اكيد مو هذا الموضوع، نحافظ على الفكره لكن برؤيه جديده. التسويق، الماركتينج يا دكتور، الماركتينج يحتاج لتجديد، لان الهجمه اللي علينا هو يقول بالغرب، واكيد وصلتكم هنا العرب، هجمه كبيره جدا حتى يحرفونا عن تاريخنا. يحرفوك عن تاريخك، عن القادة التاريخيين العظام. فكيف إذا كانوا أنبياء، أبناء أنبياء، أئمة مصلحين، يريدوا يخروكم عنهم حتى يستفردون بينا. إحنا نرجع للظل اللي هو الحسين سلام الله عليه، لكن رجاء وصل هاي الرسالة
قدموه بصورة يفهمها الجيل الجديد، وإلا القادم لا سمح الله أسوأ. السلام عليكم.